والسلام عليكم بنات، كي دايرين؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، تمام العافيه. فيديو جديد، وصفه جديده جبت لكم اليوم، بما انه العيد الكبير قرب، ما بقى ليه والو ان شاء الله. الله يوصلنا ليه يا ربي. جبت لكم اليوم وصفه ديال اللحم بالبرقوق، الطاجين ديالنا المغربي المعروف. هذه المره انا ما خدرتوش بالبرقوق، خدرته بلينغاس معسل. واحد الطريقه كتجي هائله. نبداو على بركة الله. هنا عندي تقريبا 3 كيلو ديال اللحم، مع جوج بصيلات صغارين، الا كانوا كبارين يكفي وحده بركه. هنا عندي كويس صغير هكا ديال زيت البلديه، يعني نص كاس ديال ديال كاس د العنبه. هنايا في العطريه عندي معلقه صغيره ديال القعقله وبسيبيسه مطحونين بجوج. عندي معلقه د الخرقوم البلدي العرق، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال القزبر مدقوق، والملح وعويد القرفه. نبداو على بركه الله. انا ما كنديرش الثومه، بالنسبه ليا الثومه تدار غير الدجاج. ملي كدار اللحم كتنقصلو الجهد ديالو. اللحم من الاحسن ما يتكثرش في العطريه باش يبقى في البنه ديالو، باش ملي كناكلوه كنحسو باللحم، ماشي كناكلو غير العطريه. وبالنسبه للبصله، كل ما قللتو البصله كل ما جات التغميره ديال المرقه ديال اللحم واقفه في الزويته ديالها، حيت ملي كنكثروا البصله كتجي التغميره بحال الشكل ديال الدجاج. حنا بغينا الطاجين ديال البرقوق اللي يكون واقف في الزويته ديالو، في اليدان ديالو. واللي دار هاد الطريقه هذه اللي وريتكم، تاكدوا معايا غادي يجيه طاجين ديالو غزال يا سلام. هنا كما كتشوفوا شرملت داك اللحم، يعني درت العطريه كامله، درت ديك الزويسه، غادي نشرملو بيديا وغنخليه تقريبا واحد نص ساعه بين ما يتشرب ديك العطريه. عاد غادي نشعل عليه. هنايا زدت معلقه ديال السمن، ديال السمن الحال، هذا السمن البلدي، حتى هو كيعطي نكهه زوينه. واللي عنده حتى زعفران شعره يديرو، انا ما متوفر لياش. صافي هنا كما كتشوفوا شرملت اللحيمه ديالي، غنزيد عليها البصله. هنايا بعد ما شرملتها خليتها واحد نص ساعه كما قلت لكم، ترقدات في ديك التغميره ديال في ديك العطريه ديالها. عاد زدت ليها البصله باش غادي نسد عليها ونخليها تحرق شويه، عاد نمرق ونسد. هنا من الاحسن، انا درت غير في الكوكوط، من الاحسن ديروا طنجره متيسعه باش تبقى دوك الطريفات، طريفات هكا متيسعين ويطيبوا على خاطرهم. وتا في الحطه ما يتقسموش لكم هكا، ملي كيطيبوا في الكوكوط كيتقسموا ملي كتجي تحطي. من الاحسن انك ديريهم في هكا طنجره صغيره اللي غتهز لك ديك الكميه ديال اللحم. ولا عندك غير كيلو ديال اللحم، يعني حتى الكوكوط راه غادي تهزو. صافي هنا سديت عليه، كنت كنشرح لكم نيت على هذا، والصوت ما تسجلش معايا. هنا زدت واحد ربيطه ديال المعدنوس مربط بحال هكا. من الاحسن ما ديروش مقطع، حيت كيخضر لكم المرقه، كتجي المرقه خضره. من الاحسن يكون هكا ربيطه، كيجي احسن وكيطلق حتى البنه ديالو احسن من انه يكون مقطع. هنا ندوزو نعسلو لينغاس ديالنا. هنا خديت لينغاس اللي هو كيكون صغير وكيكون قاصح، داك اللي كيكون محمض هذا كيجي خطير في التعسال. جربوه ما غاديش تندموا عليه، زوين زوين زوين. هنايا كما كتشوفوا كنوريكم، راه خديت داك القاصح ويكون صغير في الحجم باش هكا في الحطه كيجي زوين، ما داك الكبير كيجي شويه اوفر. هذا الصغير كيجي في الحطه ديالو زوينه. هنا غندوز نقيه معاكم، نقيه كامل وغادي نحيد له داك القاع ديالو كما كتشوفوا. غنضربوا له النص باش ملي كتوقفيه كيوقف. نتمنى نكون فهمتكم، والفيديو راه شارح راسو براسو. كما كتشوفوا دزت قطعته كامل نقيته، يعني وغادي ندوز نديرو في واحد الطنجره هكا كما كتشوفوا. نديرو في الطنجره اللي غادي نعسلو فيها. هنا خديت طنجره وقفت داك، وما انا ما عسلتوش زعما ما تكيت وخليته هكاك واقف باش كيبقى في الفورمه ديالو. ما كنعسوش. نتمنى نكون شرحت لكم مزيان. انا زدت اطرو لاروب، انا خديت 6 الحبات ديال لينغاس، كفاني مع اطرو ديال لاروب، راه غادي يكفيكم في الطياب، ما تجهدوش وما تنقصوش، كتخليو العافيه متوسطه. هنا درت قبيصه ديال الملح باش كتهرس ديك الجهد ديال الحلاوه.
درت معلقه ديال القرفه صغيره. معلومه ما تكثروش القرفه بزاف. انا هنايا واخا تشوفوني كثرت راه عندي القرفه ما مجهداش مره، داكشي باش درت منها شويه. القرفه الا كانت عندكم مجهده ديروا منها نص معلقه ديال القرفه، وما يكونش عامر، يكون ممسوح، حيت القرفه مع لينغاس ما كيتواجاوش بزاف، بحال كتطلق فيه ديك المروره ديالو. يعني ملي كتبقاي تاكلي لينغاسه كتحسي بحال راه كتاكليها وهي مره. يعني من الاحسن ما تكثروش القرفه، الجهد اللي غادي نسمو واللي غادي يجي هكا في التعسيله ديالو زوينه. درت معلقه كبيره ديال الزيت ديال عفوا ديال ما زهر وخليته يطيب. هادشي اللي كندير ليه في الاول. هنا كما كتشوفوا اللحمه ديالي راه واقف في المريقه ديالو، كنخليه يتشرب شويه باش كتبقى ليا غير ديك الزويته. وهنايا كما كتشوفوا ها هو راه طاب دابا. غنزيد ليه هنا، انا ما كنعسلش بالسنيده ولا العسل. انا كيعجبني هاد السكر هذا في التعسال. كيجي التعسال ديالو لا في البرقوق لا في المشماش هكا لا في لينغاس، كيجي التعسال ديالو زوين، كيجي معلك. هنا كما كتشوفوا راه طاب معايا داك لينغاس. يعني عسلته وقدمته بهذه الطريقه هذه، زوقته بشويه ديال اللوز يعني مقلي مفسخ ومقلي. وهذا هو الطبق ديالي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى هذه الوصفه هذه تفيدكم. وما تنسونيش بالدعم ديالكم وزر الاشتراك ولايك فضلا وليس امرا. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء.